عايز اقول لك النهارده الكرة السعودية مولعة نار. فجأة كريم بنزيما بيرحل عن نادي الاتحاد، وايضا عودة كريستيانو رونالدو لنادي النصر خلت الجماهير في حالة من الحيرة والفضول. هل ده مجرد صدفة ولا في رسائل خفية بين النجوم؟ في الفيديو ده هنشوف الكواليس وراء كل حركة من اللاعبين الكبار، ونوضح مين اللي هيتأثر فعلا ومين اللي هيأثر على المنافسات على البطولات. الحقيقة نادي الاتحاد خسر النجم الكبير كريم بنزيما، وده بشكل مفاجئ. الإدارة كانت مخططة لاستمراره مع تدعيم الهجوم بلاعب شاب من فئة المواليد، لكن كريم بنزيما اتخذ قرار شخصي بعدم الاستمرار، مما اضطر النادي لإعادة ترتيب لاعبيه الأجانب، حتى وصل الأمر لاستغناء مؤقت عن كانتي لفتح المجال لمهاجم جديد. رئيس النادي فهد سندي أكد أن كل الخطوات كانت محسوبة ماليا، وأن الاتحاد بيركز الآن على بناء المستقبل بالاعتماد على اللاعبين الشباب وليس فقط على النجوم الكبار. الجهة الأخرى بقى كريستيانو عاد للنصر بعد ما غاب مباراتين، 2 مباراة غابهم، وهو بيقول انه جاهز للمشاركة قدام نادي الفتح. وكريستيانو حضر كل تدريبات الفريق وبيقول ان مستعد لانه يترك بصمة في المباريات القادمة بشكل طبيعي. خد بالك ان ما يحدث في نادي الاتحاد ونادي النصر ظروف مختلفة تماما. رحيل بنزيما كان قرار شخصي من اللاعب، وإدارة الاتحاد حاولت بكل الطرق الحفاظ عليه. كريستيانو كان حاضر مستعد، ومفيش أي مؤشر على أن حضوره مرتبط حقيقي برحيل أي لاعب من فريق آخر. الجمهور هو المحرك الأساسي للمشهد الكروي اليوم. عايز أقول لك بس إن دي معركة نجوم وأندية، كل واحد بيحاول يثبت نفسه، والجمهور هو الحكم النهائي اللي هيشوف النتيجة. طب هل كان بنزيما هيغير وجه الاتحاد، أو كريستيانو هيساعد نادي النصر على استعادة السيطرة؟ الأيام القادمة هي اللي هتجاوب على كل الأسئلة، والملاعب السعودية مستنية نار وحماس. مين هيكون البطل؟ انت بقى اللي هتقرر بمتابعتك وتشجيعك. تحياتي، ان انا بشكرك ان انت استمعت الي. مع لقاء قادم ان شاء الله في فيديو جديد، وكل عام وحضرتك بخير وسعادة.